دور وصور واحكي حكاية شعب. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا، في السلم أو في الحرب. أهلا بحضراتكم وعلى المصري دور. مصر أشخاص وأماكن وتاريخ وحضارة، لكن الفكرة إزاي إن احنا نقدر نستعيد كل هذه الثقافات والحضارات، إزاي نعرفها بشكل أكبر. نحن الآن مع السلطة الرابعة، مع صاحبة الجلالة، وعندما نقول صاحبة الجلالة فنحن نتحدث تحديدا عن الصحافة القديمة، عن بدايات الصحافة والجرائد والمجلات في مصر. فهذه السلطة الرابعة في هذه المرحلة عندما ننظر إليها الآن نعتبرها كمؤرخ لنا لكل الحضارات القديمة. وبالتأكيد كل هذه المجلات والجرائد الصحافة القديمة تعتز جدا بحضارتها وبمقالاتها القديمة وبأصولها الورقية القديمة. نتحدث اليوم عن مجلة المصور وصدور عدد خاص، عدد تذكاري وتاريخي بمناسبة صدور 100 عام. وبيسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف حامد، رئيس تحرير المصور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل القصد المحترم. احنا العدد الحقيقة يعني تصفحناه أولا، يعني كون إن يكون في العدد الأول ده شيء يعني خيالي. 1924 24 أكتوبر، ومع احنا كده تجاوزنا يعني 100 الأولى الحمد لله. الحمد لله. كلمنا عن صدور العدد وكانت ايه الفكرة، يعني ايه اللي قررتوا ان هو هيكون البطل بتاع العدد التذكاري؟ العدد ده كان مغامرة بكل ما تعني الكلمة. لازم في 24 أكتوبر القادم اعمل عدد تذكاري. يا نهار ابيض. وتذكاري ايه؟ مش سنوي، مش حتى فضي، لا ده انا بتكلم في عدد مئوي. انا مش عايز اقول لكم، تقريبا انا من اول ما صدر القرار وقعد افكر في العدد ده. رجعنا اخذنا اجازه العيد، رجعنا من اجازه العيد لان كانت القرار قبليه بيومين. رحت مشكل فريق وقعدنا عملنا غرفه عمليات. نعمل ايه؟ انا دلوقتي يا جماعه قعدت حطيت شويه بنود او شويه نقاط، انا والزميل اشرف الثعلبي، وده كان المشرف على شغل المئويه كموضوعات بيسرش. احنا بدانا نشتغل على المئويه قبلها بتاع 7-8 شهور، كان يعمل الاستاذ احمد ايوب رئيس الهيئه السابق. المهم فبدانا نحط خطوط عريضه نعمل عدد 100 سنه ازاي. احنا عندنا حضرتك اكتر من نص مليون صفحه عايزه سيرش، ومن سنه 1924 من 24 اكتوبر العدد ده طلع في 24 اكتوبر 1924. ازاي نوصل لمرحله عدد 100 سنه؟ طب نعمل ايه؟ طب نختار الصور ازاي؟ عندنا فوق ال 2 مليون صوره. طب نختار ازاي؟ طب عندنا عشرات القضايا اللي اثرتها هذه المجله العريقه. الموضوع بقى صعب. قلنا لا، لو احنا بدانا نروح الارشيف، ثم ارشيف المعلومات ده بيبقى اللي هي المجلات نفسها، الجزء بتاع القصاصات، كل اسم وليكن السيده ام كلثوم مثلا ليها فولدر قد كده، وهكذا مثلا الرئيس عبد الناصر، الرئيس السيسي، وهكذا. نتعامل معاها ازاي؟ فقلنا لا، احنا لازم نحط خطوط عريضه حاسمه. فقلنا ما تيجوا نسمع الناس. سمعنا كل الناس، وجبنا حتى بعض اساتذتنا شاركوا معانا في الجلسه دي. وبعد ما خلصنا قلت لهم يا جماعه كل اللي انتوا قلتوه موجود في الورقه دي. ازاي؟ قلت لهم احنا بقالنا كام اسبوع شغالين من ساعه ما فكرنا، وعصاره اللي انتوا قلتوه احنا حولناها الى ورق. هنبدا بالتالي، هنعمل جزء بيتكلم عن بناء مصر، سنوات بناء مصر. المنطق يقول ان احنا دلوقتي في سنوات الرئيس السيسي. أيوة. فحد قال لي كلمه عبقريه، ودي كويس اقولها للساده المشاهدين كنوع من يبقى عشان عارفين الدنيا ازاي. فقال لي انت هتبداوها من الاول بشكل واضح كده رسمي. قلت له انا عندي رد.
العدد الاول اهو بيقول صاحب الجلاله الملك فؤاد الاول، وانا مقتنع ان في سنوات بناء تمت، فاحنا هنبدا بده، وان شاء الله ان شاء الله احنا كمان عشمانين ان الاحتفاليه فيما بعد والعدد يبقى تحت رعايه سعاده الرئيس. خصوصا يعني سيادته كان كتب لنا في تسعينيه المجله. المهم قعدنا قلنا طب نعمل سنوات البناء نطلع منها، مين الناس اللي اتعاملت معاه؟ مين الملوك اللي عملوا حوارات؟ مين الرؤساء اللي بعتوا له خطابات؟ فذهلنا بكم كبير جدا من الخطابات سواء مقالات او حوارات او خطابات شكر في هذه المجله العريقه. المهم فقلنا طيب نروح بقى احنا عاوزين نقدم حاجه مختلفه للقارئ، فاخترنا اهم 100 قضيه في القرن. أنا مش عايز القارئ وهو بيقرأ يعني يتلخفن بالمعنى البلدي أو يبقى مشوش مش عارف يمشي عليك. شفت يعني بعض الأعداد السابقة التذكارية في أكتر من إصدار وقلت لازم أراعيها وابتعد عنها. والصراحة أشرف الثعلبي زميلنا هو كمدير تحرير العدد ده بذل فيه مجهود رهيب. فقلنا نمشي سنة سنة، إحنا عندنا 100 سنة، كل سنة هنختار قضية وطنية. وهنا مش قضية بمعنى ان احنا نجامل، لا، بس مش هننقله كموضوع ونديله حوارات ونديله مقالات لا، احنا عملنا عصير الموضوعات. كل قضية كل حملة صحفية موجود فيها 10 موضوعات، نعمل ال10 موضوعات دول ال10,000 كلمة يتحولوا إلى 150 كلمة 120 كلمة، بس نعوضه بالصور النادرة. انا ما اقدرش اعمل عدد كده. بص حضرتك ده العدد، يعني حضرتك مش بتنقل المقاله، لا هي بتختصر المقالات. احنا الزملاء كتبوا وتم عمل ديسك يعني اعاده صياغه 3 مرات للشغل. ده العدد اللي الساده القراء في ايديهم. بصوا العدد حجمه عامل ازاي. احنا بنشوف دي بنسميها السبعينات، دي السبعينات. بصوا بقى الشكل النهائي وصل ازاي عشان تبقوا عارفين ايه اللي حصل. ده الشكل النهائي للعدد التذكاري. اختيار القضية بيبقى ازاي؟ يعني ايه القضايا اللي اخترتوها؟ حضرتك احنا خدناها وفقا لمعالجات القضية اللي طغت او اللي كانت اكثر متابعة في هذه السنة اشتغلنا عليها من القراء. ففوجئنا مثلا بالقضية الوطنية. الغلاف الاول احنا قلنا كان موجود عليه الملك فؤاد الاول. الغلاف الثاني عشان تعرف المجله دي وطنيه ازاي، البلد دي اصيله. البلد دي فيها مؤسسات عريقه. طبعا. الغلاف الثاني كان سعد زغلول. يعني شوف المجله في عز قوه الانجليز كان سعد زغلول على الغلاف، وبنقول قضيه النضال الوطني وان احنا لازم نواجه الاحتلال. بمناسبه الاحتلال هجري بيك وارجع يعني عكس اللي انا عملته في المجله. وانا قدامي مقاله فكري اباظه يرد على المندوب الثاني. لقد لدغنا اكثر من مره. يعني ده كان حضرتك سنه كام؟ معلش انا معايا البورجيه كمان سنه 1935. المندوب البريطاني ايوه 35 بعت للرئيس تحرير فكري باشا اباظه، قال له انتوا عاوزين مننا ايه؟ احنا جايين نستعمر مصر، احنا جايين نعمل لكم مشروعات، احنا جايين. فهو رد عليه وقال له هذا لا انتوا بتضحكوا، احنا اتلدغنا كتير، قلتوا وعدتوا كتير ورجعتوا فيها. البلد دي لازم تمشوا منها. احنا نشرنا اللي قاله له فكري اباظه. يعني شفتي رئيس تحرير بيرد على ايه؟ المندوب السامي البريطاني ما خافش منه، رد عليه ولا خاف من السجن ولا خاف من الاعتقال ولا قال له لا احنا سمعنا الكلام ده كتير. انتوا لازم تمشوا من 1982 انتوا بتقولوا الكلام ده. لا يا باشا اتفضلوا امشوا، لازم تسيبوا البلد وترحلوا. ده موقف بيأكد ان الى اي مدى المكان ده او المجله دي كانت عريقه. طيب ايه تاني من ضمن القضايا؟ بص حضرتك احنا سنه 1933 عاملين حمله ضد التسول وحمله لتنشيط السياحه المصريه. 1933 كل ده هتلاقيه في العدد اللي مع حضرتك. شفتوا احنا كنا سابقين بقد ايه؟ الكلام اللي هنقوله 24 لازم نمنع التسول ولازم ننشط السياحه، ودي حملات يعني مش مجرد موضوع، دي حملات متواصله احنا اخترناها في حكايات صغيره، في بوستات بلغه السوشيال ميديا، واحنا كنا حريصين على ده. طيب ايه القضيه الوطنيه الثانيه؟ ايوه مثلا سنه 1936 الكلام اللي بنقوله دلوقتي دعوه الجنديه
ارقى مراتب الرجوله. الجنديه شرف، ارقى مراتب. شوف احنا تنبأنا سنه كام؟ 1936 بندعو لتكوين جيش وطني قوي. يعني احنا حتى كنا في كل القضايا الوطنيه عاملين ده وحريصين عليه، وعندنا القدره ان احنا ندفع الثمن. مشينا على فكره مع الجيش، احنا وصلنا كتير مع الجيش. سنه 1900 لو بصيت عند حضرتك 1943 بيقول لك مشروعات النيل المعطله. لا قبل 1943 قدامي 38 تمثال مصطفى كامل مسجونا يخاطب القناه من فلاح الى الحكومه بيوجه لها اللوم والعتاب، مش هنقول بقى عدو الفلاح، يعني بتخاطبه كل طبقات المجتمع وكل المهن المختلفة، وتدعو إلى الجندية وتتحدث عن الوطنية لحد 39. مش عايزة أفوت أصلي. بص أنا بقول لك حضرتك شوفي الأرقام. سنة 1949 حضرتك أطماع اليهود في سيناء، تخيلوا إحنا 2023 بعد واقعة عملية طوفان الأقصى إحنا كنا سابقينهم بقد إيه؟ 1949. وبنقول خدوا بالكم اليهود أو الصهاينة عشان نبقى منصفين مش طمعانين في فلسطين، ده طمعانين في سيناء سنة 49 مش سنة 67. شوفوا التواريخ دي مهمة. وفكرة ان انت بتتنبأ، هو ليه كده؟ ما قالش ده من بنات افكاره. صورت حتى حريق المسجد الاقصى وقابلت بطل معركة فلسطين، ده كان واحد من أهم هو في أهي 1945 يسقط وعد بلفور. بصي هنا سنة 1944 أستاذ إيميل زيدان، ده اللي هنتكلم في أول جيل، رئيس التحرير أول جيل الفلسطينيون جديرون بحياة استقلالية. إيميل وشكري هم مؤسسين، ده مؤسس هذه الدار. وتوالت بقى، احنا عندنا بالمناسبة 17 رئيس تحرير، آخرهم العبد الفقير. احنا عايزين الأسماء كلها، ده أسماء كل موجود في العدد. 1946 القلعة مصرية. ايوه، تسليم القلعه من الانجليز. مصورين كل مراحلها ازاي. ليه؟ طب حد يقول لك ليه القلعه؟ لان دي كانت بدايه فكره تنفيذ معاهده 36، وان احنا خلاص كالدوله المصريه بدات تسترد مؤسساتها، لان ده رمز الحكم في الوقت ده. يعني هي زي الاتحاديه دلوقتي عشان الناس تبقى فاهمه العباره. القلعه كانت زي رمز الاتحاديه دلوقتي، خلاص دي الدوله المصريه بدات تتمكن بقى. بدات معاهده 36 يتم تنفيذها. طب شوف بقى ميزه عدد زي ده، انا بحب التاريخ. فدي معلومه انا اول مره اعرفها، وادعي ان انا لا بقرا تاريخ يعني بحبه. فدي ميزه جميله ان الناس تعرف معلومات بسيطه بس مميزه على فكره، بتفرق يعني تخلينا نقدر معنى القلعه اكتر. عندنا في هذا العدد اهم 100 قضيه، اللي هيشوف ال 100 قضيه وطنيه هيعرف عاش. انا كتبت مقالي بالمناسبه يا هانم، انا قلت عشت 100 عام والله ليس منشطا، لان لما قريت هذا الشغل وهو عمال يجي ويتدفق مجموعه بعد مجموعه، صفحات بعد صفحات، اكتشفت ان انا عشت 100 سنه. هو جهد اكبر بس ممتع، وفي نفس الوقت بتوصل اكتر بالزبط. كميه ممكنه من المعلومات. والحمد لله ده كمان بقت في رد فعل مناسب على العدد او المجله بعد ما نزلت من مختلف الفئات. أسأل سؤال ممكن يفرحني. اتفضلي. يعني الأعداد كبيع وشراء الناس أقبلت عليها بفضل الله. عايز أقول لك عبر يعني التسويق الالكتروني، احنا عندنا صفحه تسويق الكتروني برضه، ما بقناش ورقي، بقينا الكتروني. احنا بنحاول نمشي مع بس انا بتكلم على الورقي الحمد لله نسبه الاقبال على العدد كبيره جدا. في منشطين خطار: السادات سجينا، والمجله تنفرد بالذكريات، واغتيال النقراشي على يد الجميع. بالظبط 48. السادات بقى بالمناسبه لما اتهم في اغتيال امين عثمان، وهو انفردت بحوار معاه من داخل القفص، واتفقوا مع المحرر بتاعنا، اتفق معاه في الوقت ده ان انت لو خرجت تطلع تعمل لنا مذكراتك. وخرج السادات من السجن، جه المصور واشتغل ديسك مان بيعيد صياغه، وما زال مكتبه موجود في متحف دار الهلال. انا فعلا سمعت ان هو ليه مكتب، ليه مكتب هنا فعلا. يعني معقول كده. ده كان الوقت بتاع المرحله دي هي اللي اتعمل له فيها
اتهمك. هو جه هنا دي مكتبه موجود، وكان الديسك هو محرر الصياغه، ده معناه ان هو على فكره، وده بياكد لما البعض يقول لك ده كان مفوض، هو كان ليه في اللغه العربيه، كان قوي لغه، لانه كان بيدسك لصحفيين تقال، هو كان شخصيه، كان مثقف جدا بالظبط. بعد كده كمان انا مش عاوزك تتوه في العدد، هتعملوا 10 حلقات هنعمل والله خساره، مش قادره. هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي بنتكلم في التاريخ، فنحاول عشان برضه الساده المشاهدين يستمتعوا معانا بالاخبار الجميله القديمه. اتفضل. فنقولها كده سريعا. من لا يعرف الرجل الحديدي 49، يعني ليه اختيار الموضوع ده بالذات؟ احنا كل منطقه اخترنا فيها بطل لقصه من خلاله تقدري تعرفي المرحله دي ماشيه ازاي، تعرفي ايه الانجاز اللي اتعمل في القصه دي، مين كان مميز. يعني ما وقفناش بس عند القضيه التنويريه، عشان كده بقول لك ما تغوصيش في العدد كتير هنتوه منبهر. لا ده احنا كمان خلصنا القضيه الوطنيه اللي هي انتهت فين حضرتك بقى؟ بص القضيه الوطنيه مسكت معانا من سنه وفي 23 يوليو، وده في صور. احنا بدانا من سنه من عدد من صفحه 30 وصلنا في القضايا الوطنيه، فضلنا مكملين حضرتك فين لغايه ما وصلنا الى 173. انت حضرتك متخيله 173؟ احنا عاملين حوالي 170 صفحه. طب المنشط ده مبهر، يعني سنه 1954 كتابته نفسها مغامره داخل مصنع الدستور، يعني ايه انتقاء الكلمات. هم منعوا ان الصحفيين يدخلوا، عشان البعض يقول لك اصل في، هم منعوا اي حد يدخل الجمعيه الخاصه باعداد الدستور. فمحرر عمل ايه؟ تحايل عليهم ودخل جوه الجمعيه بطريقه المخبر الصحفي، وطلع كتب كل ما يدار في هذه الجلسات، ومين قال ايه، وكشف مواقف الناس بقى، مين قال ايه ومين هنا قال ايه، هو كان غير مسموح ليه اصلا بالدخول. وعلى فكره احنا مهنه المخبر الصحفي دي لم تعد موجوده، البعض ممكن يفهمها غلط، لا المخبر الصحفي هو بيدور على الحقيقه. عارفه المحقق كولا، المفروض يبقى عندنا المهنه دي بتتراجع، ما بقتش موجوده. ما بقاش الصحفي زي زمان بيبحث ويدور ويخوض المغامره، ما بقاش بالظبط. لازم تدخل وتشوف وتقلب، لازم توصل للقارئ اللي بيحصل، لان على فكره لما القارئ بيحصل او اللي بيعرف اللي حصل او الجمهور بيعرف اللي حصل بيستريح وبيفهم. الناس لما بتفهم، وده اللي بيقوله حتى سياده الرئيس، فكره الوعي، عرفوا الناس، قولوا للناس، لان الناس لما بتعرف احنا بنعمل ايه او الدوله بتعمل ايه او الجهه بتعمل ايه، الدنيا بتختلف. ما تخلوش الفكره تبقى السوشيال ميديا وبس، الناس بتقول بدون علم على السوشيال ميديا. وصل للناس الحقائق، الناس قوم بدورك. 1955 مصر مهد الصناعه في العالم. كويس ان حاجه اثبتي دي عندك على راي عادل امام. هي الفكره 1955 بندعو لتطوير الصناعه الوطنيه. على فكره يعني المجله دي تنبأت بقضايا وطنيه كتير. احنا 1924 بنقول هذا الكلام، والسيد الرئيس عمال يتكلم عن التصنيع. انا اول ما جيت كان قرار عندي لازم اعمل صفحتين على الاقل اذا ما كانش اكتر، الصناعه قاطره التنميه. عارفه انا عملتهم منين؟ على فكره عملتهم من هنا. دي حمله من عده موضوعات لدعم الصناعه الوطنيه. وينتهي الوقت ولا ينتهي الحديث عن الصحافة وعن تاريخ مصر وحضارتها العريقة ومواقف كثيرة جدا في تاريخ مصر. نستكمل حوارنا في الحلقة القادمة على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب، إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة